كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا استغلقت عليه مسألة كان يذهب إلى الخرم، كان المهجور، وهو اللي يقول كده عن نفسه لابن القيم، ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فأنا مش فاهم يا رب، فهمني المسألة مقفلة ومغلقة والكلام ده، علمني كما علمت إبراهيم. ولم يكن يعلم شيئا قبل ذلك وهو يحاج قومه. فأنت استعن بالله واطرح نفسك، اطرح نفسك، لا حول ولك لا قوة، مع الصدق والإرادة القوية يبلغك رب العالمين.